موجود ايام في الكاتدرائيه وايام في المقر، لان برضو سيدنا كان حريص لاخر وقت على مكانه في كل مكان. شوف شنو ده، احنا لما حتى كان سيدنا بيتكلم عن تقسيم الابرشيات او رسامات او ممكن نكون كنا حاسين ان سيدنا متعب ومجهد، وممكن كنا في اوقات نحس ان قد لا يمهله الوقت كل ده، لكن كنا سعداء جدا ان الاخر وقت شغال والاخر وقت مركز والاخر وقت عايمين على رعيته. انا ليه بقول موضوع الجيزه بالتحديد رغم ان في مواضيع كتير؟ انتقال اب اسقف زي نيافه الانبا دوماديوس كان شيء من الامور اللي احزنت قداسه البابا جدا واشعرته بالمسؤوليه. تمام. في امور كتير جدا قداسه البابا شافها في هذا الشهر، كم من خطابات. انا لو ذكرت لك الخطابات اللي وصلته والتليفونات اللي وصلته ورد عليها هنحتاج حلقه علشان نكلم الناس دول نسالهم. لكن انا ركزت على النقطه دي بالذات، رغم ان زي ما بقول لحضرتك كنا ممكن نشوف ان سيدنا مجهد. امتى سيدنا هيعمل الكلام ده؟ ازاي سيدنا هيقدر يعمل كده؟ لكن بقول الحاجات دي عشان أأكد إن لآخر لحظة هذا الإنسان كان في قمة تركيزه وفي قمة أمانته قدام ربنا وفي قمة إخلاصه للوديعة اللي سابها له السيد المسيح. قبل، وبأكد تاني، قبل نياحة قداسة البابا ب3 أيام في كتابات بخط إيده عن رسامات آباء كهنة، وعن كنايس محتاجة آباء كهنة، وعن أب كاهن محتاج يسافر بره لأسبانيا بالتحديد وهيتعرف الموضوع ده، وعن إبرشية الجيزة قبل نياحته ب3 أيام، وهو كان في قمة الألم. وأشهد أن هذا الإنسان في قمة ألمه وفي قمة تعبه ومرضه الذي لا يحتمله إنسان، كان مهابا جدا أمام الله. لأن إن واحد يقول إنه فلان ولا فلان قالوا لسيدنا أو مش طعن في هذا الشخص اللي بيتقال عنه كده، ده طعن في قداسة البابا. ده تجريح في قداسة البابا لا يقبله الناس اللي بيحبوا قداسة البابا. بالتأكيد. في قمة مرض هذا الإنسان وفي قمة تعبه وفي قمة ألمه كنا بنعتصر واحنا بنشوف سيدنا بيتألم، لكن كان مهابا جدا. أنا عشان كنت أقرب منه أساعده إن يتحرك أو ينزل والآباء يشهدوا إن أنا كنت متواجد معاه 24 ساعة، لأن أنا اللي كنت بساعده في نزوله وفي طلوعه لفراشه يعني. في قمة ده ما كانش حد يقدر يقرب منه لما يقول له بعد إذنك يا سيدنا، حللنا يا سيدنا، أنا آسف، أنت قدام إنسان في قمة الإجهاد وفي قمة المهابة وفي قمة التعب وفي قمة القوة، لأنه فعلا كان أسد. والأسد مخيف حتى وهو نائم. تمام. هو ده البابا شنودة. اسمح لي قدسك نطلع فاصل ونستكمل حديثنا. فاصل مشاهدينا ونعود لحضراتكم مرة أخرى. في ذهني كثير من الأخوة المسلمين المحبين اللي بيهتموا بيكم أكتر ما تهتموا بأنفسكم. وأتذكر عبارة جميلة سمعتها من بعضهم، قالوا: نحن لا ندافع عن مطالب الأقباط، نحن ندافع عن حقوق الأقباط. أهلا بحضراتكم مرة تاني مشاهدينا. قدس أبونا بولس، كنت قدسك عايز توضح لنا نقطة عن تواجد قدسك بالقرب والبركة الكبيرة اللي قدسك خدتها بتواجد قدسك بالقرب منه في الفترة الأخيرة. هي بركة ليها كبيرة ليه أنا ما استاهلهاش، لكن أنا قلت لحضرتك في الأول إن إحنا كنا مرتبين إن أنا بقضي أوقات هنا وأوقات في الدير، لكن قبل رجوع قداسة البابا من السفرية الأخيرة كلمني نيافة أنبا أرميا وقال لي إحنا هنرجع قريب. كان الترتيب إن هيقعدوا 6 أسابيع، كلمني وقال لي إحنا هنرجع قريب وتعمل حسابك إنك هتكون موجود معانا على طول. فقلت له حاضر. وكلمني بعدها برضو نيافة أنبا يؤنس وقال لي إحنا هنرجع في خلال أسبوع أو 10 أيام، وتعمل حسابك برضو انك هتكون مرابط معانا. قلت له حاضر. فرجعت كلمت قداسة البابا، خدت بركته عن طريق نيافة أنبا أرميا، وبعدها كلمت أنبا أرميا قلت له طب انا الوقت في اوقات بروح فيها الدير، وبرضو انا عشان سيدنا ما يزعلش، لان سيدنا يهمه الدير برضو ويهمه ان انا المكان هناك ما يكونش متروك يعني. قال لي لا، ده بترتيب مع قداسة البابا وده باتفاق مع سيدنا البابا. وهو كان اول حد يقول لي ان في ترتيب مع سيدنا ان انا اكون موجود معاه، لان زي ما بقول لحضرتك مفيش مخلوق فينا يجرؤ ياخد خطوه في اي حاجه من غير ما يكون بامر وبترتيب من قداسه البابا. فنيافة أنبا أرميا هو اللي قال لي ان ده
بترتيب مع قداسة البابا. بعد كده احد الاباء نيافة انبا بقول له قال لي ان كان في ترتيب فعلا مع سيدنا قداسة البابا وتقريبا نيافة انبا ان انا اكون موجود على طول، ودكتور ماهر تاني. تمام يا استاذ. انا برضو عايز الفاصل اللي احنا شفناه وكلام سيدنا كان ساعة الموضوع اللي هو بيتكلم عن المسلم اللي يدافع عن حقوق الأقباط. من الشيء المؤسف ان ذهب البعض للهجوم على قداسة البابا، وخاصة بعد قداس عيد الميلاد المجيد على احدى القنوات الفضائية. ان البعض ذهب وقال كلام عكس اللي قدسك بتقوله خالص، ان سيدنا في فترة مرضه الأخيرة ما كانش مركز في الأمور الداخلية للكنيسة، والبعض طبعا قال ان هو ما كانش متابع للأمور الخارجية. الفاصل كان يرد عليهم بمنتهى الوضوح، لان هو كان بيتكلم على الفترة التي تسبق هذه الأحداث احد هؤلاء الأشخاص. انا حابب ان انا يعني تأكيدا لكلام قدسك اللي قلته لنا، تركيز سيدنا في الفترة الأخيرة على الأمور الكنسية الرعوية قدسك قلته لنا، وعلى الأمور الخارجية الفاصل وضحوا لنا. حابب ان انا اسمع لا ده انا اقول لك حاجة كمان يمكن محدش يعرفها او محدش كتير يعرفها يعني. مش بس قداسة البابا كان مهتم بالأمور الداخلية، قداسة البابا لآخر وقت كان متابع يوميا لكل الأمور اللي بتحصل محليا وعالميا، كان بيتابع كل الجرائد يوميا بنفسه. قداسة البابا ممكن ما يكونش بيتعامل مع التكنولوجيا أو الأجهزة التكنولوجية معاملة مباشرة، لكن كان بيتعامل معاها من خلالنا. فمثلا الفصل اللي جه اللي هو اللي قداسة البابا اتكلم فيه ده، قداسة البابا كان يقصد بالجزء ده بالتحديد. الكلام ده كان يوم 4 يوم الثلاث اللي قبله على طول. كنت أنا موري قداسة البابا جزء اللي الكاتبة فاطمة نعود بتتكلم فيه نفس الكلام ده. بتقول أنا برفض الدفاع، كلمة المطالبة بحقوق مطالب الأقباط، أنا أدافع عن حقوق الأقباط. معانا هي دي لما جت دي وقت ما جت الجناز وكانت متأثرة بيه جدا. طبعا مش بخصها هي بس، قداسة البابا كان متابع لكثيرين جدا من الكتاب المسلمين المعتدلين اللي كانوا بيكتبوا كلام يعجب قداسته جدا، وكان يدعي لهم كان يدعي لهم بالبركه احنا كان امبارح عندنا ندوه هنا في المركز وكان فيها الاستاذ جمال الغطاني، وشوف يعني قدسك من احد الكتاب المشاهير، ويعني جمال الكلام اللي قاله عن سيدنا ده كتير، مش هو بس، لكن مثلا الجزء ده بالتحديد لان ده يعني يأكد ان قداسة البابا مش كان متابع بس لاخبار الكنيسه، كان متابع لكل الاخبار المحليه والعالميه من خلال الجرايد، من خلال الانترنت، من خلال القنوات الفضائيه. احنا كنا نشوف الحاجات المهمه ونعرضها على قداسته. واحيانا يعني مثلا افتكر المقاله بتاعت قداسة البابا في الاهرام، لما كانت تنزل المقاله على موقع الاهرام كان بيجي عليها تعليقات، فكنا نقول لسيدنا في تعليقات على المقاله، يقول طلعها وهاتها لي انا اشوفها بنفسي. تطبعها له؟ لا ما نطبعهاش، كان يمسك، كان يجيب الجهاز الايباد، هو كان يعني سهل ان هو يتعامل معاه، يتحرك من خلاله. فكنا نجيب له التعليقات وهو يقعد بصباعه يرفعها ويقراها براحته. اي تعليقات. وطبعا التعليقات كان ساعات بيكون فيها هجوم. تمام. يعني لو انت هتداري عن شخص حاجه، فمن باب اولى انك انت تداري الحاجات اللي الناس بتهاجموا فيه. فمش ده البابا ولا ده الناس اللي معايا. الجزء ده بالتحديد كان بيتكلم عن الكاتبه فاطمه نعوت لما اعجب دون ان يذكر اسمها، لكن الشيء بالشيء يذكر ان انا حبيت اقول دي مين اللي كان يقصدها يعني. تمام. هي وكثيرين جدا كانوا يقدروا قداسه البابا لانهم كانوا يحبوه يعني. انا يعني قبل ما اتنقل مع قدسك يعني الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم فيه عن تفاصيل الساعات الأخيرة واليوم الأخير ويوم 17 مارس، كيف كان هذا اليوم وكيف بدأ وما قيل عن يوم النياحة، حابب أن أنا يعني قدسك تقول لي كيف كان الجو في المقر البابوي وتحديدا مكان قداسة البابا، لأن سمعنا كلام كتير هقوله لقدسك من خلال الأسئلة، ولكن كيف بدأ يوم 17 مارس 2012؟ يوم 17 مارس 2012 ما بدأش من يوم 17 مارس، هو بدأ من يوم 16 من يوم الجمعة. يوم الجمعة دي كان سيدنا طول اليوم وليلة الجمعة للسبت كان يتألم ألم شديدة جدا جدا، وكان الألم يعني يفارقه لأوقات بسيطة ويرجع تاني. عشان كده بأكد لحضرتك، وفي عز كل ده ما حدش قال على فكرة، طلع قال ان ما حدش فينا ابدا طلع قال ان قداسة البابا زي الفل ولا قداسة البابا، لا كلنا كنا بنقول ان قداسة البابا تعبان ومجهد، بدليل ان هو لغى المحاضرة مرتين على الأقل، لكن مش بالشكل اللي كان بيتقال. لكن يوم الجمعة ده يوم 17 مارس ابتدى من يوم 16 مارس. قداسة البابا كان يتألم ألم شديدة جدا يوم الخميس صباح الجمعة وارتاح لفترة كبيرة، بعدها يوم الجمعة كانت فيها ألم متقطعة لغاية بالليل ما كانش فيه ألم شوية يعني.
من ليلة الجمعة بالليل، من ليلة السبت بالليل آسف، اللي هو الجمعة بالليل للسبت تحديدا الساعة 4 الفجر، كان قداسة البابا يتألم ألم شديدة جدا 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 جدا. والأول مرة يعني احنا كلنا كنا نتمنى ان اللي كان في قداسة البابا ده يكون شيء ويعدي ونشوفه دايما. زي مرة قلت له نشوفك نطلع بره كلنا، نقعد بره ونستناك وانت خارج من اوضتك زي الاسد، وحتى انا اللي قاعد جنبك ما تحتاجليش. كانت دي امنيتنا كلنا. لكن ليلتها كلنا شعرنا ان لا، ممكن يكون في حاجه، لدرجه ان حسينا ان ممكن يكون في الليله دي بالتحديد. وكان موجود في الليله دي لغايه الصبح نيافة أنبا يؤنس ونيافة أنبا أرميا وانا. طب هل كان في فريق طبي متواجد، او هل كان الدكتور ماهر اسعد متواجد؟ كانش في مخلوق متواجد. اتقال ان كان في فريق طبي موجود يوم السبت. يوم السبت اتقال في فريق طبي موجود. اتقال من البعض ان كان في فريق طبي متواجد، وذهب البعض ان كان في ذهاب لمستشفى السلام مهندسين. فمش عارف قداسة البابا ما يوم الجمعه والسبت ما خرجش بره الدور الثاني في المقر البابوي، مش المقر البابوي نفسه. وما فيش اي فريق طبي جه لقداسة البابا من يوم الجمعه الصبح لغايه وقت النياحه نهائي. تمام. وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي ويشهد عليه الاباء الاسقف وابونا بطرس جاي والدكتور ماهر اسعد نفسه. وهقول لحضرتك دكتور ماهر اسعد جه امتى وسبب الزياره ايه. اتفضل. لكن ارجع بحضرتك لموضوع الجمعه بالليل ده. يوم الجمعه بالليل ده اول مره نقولها لبعض. كلنا كنا نتمنى ان سيدنا يكون في احسن حال، لكن ساعتها افتكر قلت لأنبا أرميا، قلت له لا، لو سيدنا هيعيش عشان يعيش بالشكل ده لا، محدش يتمنى له كده، مش ده البابا شنودة. وهو كان عنده عزة نفس. الجمعة بالليل كان عنده يعني انا على ما اتذكر قدس ابونا ما كانش يدي ايديه لحد يسندها، يعني زي ما بيقولوا كده الشديد القوي هو اللي خلاه يعني قداسة البابا كان عنده قوة شخصية لدرجة الدكتور ماهر لما كلمه عن موضوع انك لازم تبتدي تتحرك وتمشي، وكان عنده طاعة غريبة لكلام دكتور ماهر اسعد، وحب كبير جدا، لان هذا الانسان كان مخلص له جدا 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 في كل الفترات. انا فاكر الدكتور ماهر قال له انت فايتر، انت مقاتل، انت ما تستسلمش انت لازم تمشي ولازم تتحرك. وفعلا العجيب ان هو كان ابتدى يتحسن فعلا، وابتدى يعني لما الاشاعه الاخيره اللي عملناها ونيافة أنبا أرميا طلع اتكلم عنها مع استاذ عماد الدين اديب في قناه CBC، كان فعلا بالوثائق وبالاشعه وامام الدكاتره وبشهاده الدكاتره الاطباء غير المسيحيين، شهدوا ان الراجل ده اللي حصل معاه ده شيء اعجازي. ده كان يوم الخميس. كان يوم الخميس اللي قبله. وفعلا ابتدى في تحسن، ابتدى يستجيب للعلاج الطبيعي. من يوم الخميس بالليل اللي هو قبل النياحه على طول، يعني بعد اسبوع من الاشعه دي ابتدى الالم ده مع سيدنا وبقى يروح ويرجع لغايه ليله الجمعه بالليل. كان الالم شديده جدا، لكن لدرجه ان حسينا في وقتها ان ممكن. ساعتها قداسة البابا بالليل، وزي ما بقول لحضرتك كنا متواجدين احنا الثلاثه لغايه الفجر، لغايه ما الاباء راحوا، يعني قداسة البابا ارتاح وابتدى ينام، والاباء كل واحد يعني راح قليته، وبعد كده راحوا صلوا قداسات ورجعوا، وانا ابتديت برضه انام، بس انا كنت بنام معاه، يعني كنت بنام جنبه في نفس الاوضه. تمام. ساعتها لما بيتقال ان سيدنا قال او حاجه، الليله دي سيدنا قعد يبص كتير جدا وقال مين حواليا هنا. فانا قلت ان هو بيسال على اللي متواجدين معاه في الاوضه يعني. فكان نيافة أنبا يؤنس قاعد على يمين السرير، وانا قاعد على الشمال، وأنبا أرميا قاعد ورا على كرسي كده عند راس قداسة البابا، ودي المكان اللي كان بيحب يقعد فيه دايما أنبا أرميا، يعني حتى ما يقعد يتكلم معاه يقوم يكلمه ويرجع وهكذا. فقال أنبا يؤنس امسك ايدي، فمسك ايدي. وبعدين كنت انا جنبه، لكن نده لنيافة أنبا أرميا، قال له أنبا أرميا، قال له يا سيدنا، قال له هات امسك ايدي. وبعدين قال لي ابونا بولس. عندما عاد البابا الراحل شنودة الثالث من رحلته العلاجية الأخيرة قبل الأخيرة، ذهبت لعيادته لزيارته، وكان من المقرر أن نلتقي 10 دقائق ربع ساعة مراعاة لصحة البابا، فإذا بالمجلس يمتد حوالي 1.5 ساعة، وكلما أردت الاستئذان يستبقيني، وكان النقاش ودودا يعني حميميا. طلبت منه ديوانه، أن يهديني ديوانه، فقال لي تعرف الشيخ الشعراوي الله يرحمه طلب مني مرة أن يهديه الديوان، فكنت متردد أن أهديه الديوان، لأن الديوان
في بعض قصائد خاصة بعقائدنا مختلفة عن العقائد المسلمة. فلما شافني متردد قال لي: أنت يعني متردد ليه يا قداسة البابا؟ فقلت له: يا مولانا يعني بعض القصائد يعني فيها اختلاف في العقيدة. قال لي: يا ابني عقيدتك ليك، أنا مالي ومال عقيدتك، أنا عاوز الشعر، اديني الديوان. قال: فقلت: ادونا نسخة. فناولتها مولانا الشيخ الشعراوي، فقال لي: لا. فناولتها الشيخ الشعراوي، فقلت له: أنا أطلب ما طلبه شيخي الشيخ الشعراوي. قال: هات نسخة من الديوان. وهو يضحك جاوب نسخة من الديوان. قلت له: لو سمحت اكتب لي إهداء. قال لي: الله وأنتم متفقين. الشيخ الشعراوي كذلك قال لي: اكتب إهداء. قلت له: إذن خلاص على القدم. أعطوه الكرت حتى يكتب الاسم كامل في الإهداء. هو يعرف علي الجفري لكن أراد يكتب الاسم كاملا، فلاحظ أن الاسم علي زين العابدين، فقال لي: الله، علي زين العابدين. ووضع البطاقة والتفت إلى الأساقفة اللي حاضرين وقال لهم: أنتم عارفين حكاية علي زين العابدين؟ قالوا له: لا قداستك. فقال حكى لهم قصة سيدنا علي زين العابدين بن الحسين مع ولي العهد هشام بن عبد الملك والشاعر الفرزدق، ولما الناس فتحت المجال لتقبيل الحجر الأسود لسيدي علي زين العابدين ولم يعبأوا ولم يلتفتوا لولي العهد، فغضب أولئك وأهل الشام الذي معه قالوا: من هذا؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والقصة. فإذا بالبابا شنودة يسرد القصة ثم يسرد القصيدة من حافظته من ذاكرته. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى آخر الأبيات. وفي بيت يعني سقط منه فقلت: ما قال لا قط، قال لي: إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. وكانت لطيفة جدا اللفتة هذا. وانتهى المجلس وانصرفت. الكنز الذي خرجت به من هذا المجلس أنك أحيانا عندما تشعر الذي أمامك بأنك معتني بما هو معتني به حتى لو لم تكن متبني ما يعتني به، أن تعتني بما يعتني به الآخرون حتى لو لم يكن جزء من انتمائك أو اهتمامك أنت، أن تعبر عن ذلك. هو اهتم به في الأصل محبة للأدب والشعر لأنه أديب وشاعر، لكنه عبر عن هذا عند حصول المناسبة. لماذا هو في السن هذا وفي المرض هذا يضع الكتاب ويحكي لي قصة وبعدين يسرد القصيدة، والقصيدة ليست قصيرة يعني سرد جزءا كبيرا منها. الرسالة التي أوصلها لي في المجلس أنني مهتم، أنني أحترم ما لديكم، أنني أحترم. يعني هذه التركيبة، أنني أهتم. العظة الأخيرة هي عظة يعني بدأت ولن تنتهي. البداية كانت صعبة جدا، فكرة الألم اللي كان باين على وشه. أنا يمكن هتوقف. العظة كانت كلها هو متألم والألم واضح بشكل قوي جدا، بس ختامه للعظة يا قدس أبونا بيقول: أنا كفاية كده علشان مش عايز أطول عليكم، ولا قال عشان أنا تعبان. هو مرتين، ولا هو مرة لجنة البر كانت شيء مقدس عنده. مرة دخل المستشفى بس من غير ما حد يعرف خالص. صمم يخرج يوم الخميس بتاعها. لا صمم يخرج يعني صمم يخرج قبل لجنة البر على طول، يعني ما يقعدش في المستشفى. قعد من الصبح قعد من يوم الأربع. قالوا إن سيدنا اعتذر عن المحاضرة وكده عشان تعبان شوية، لكن صمم يخرج قبل لجنة البر ويروح يحضرها. آخر لجنة بر كانت 16 فبراير. فكان يافت أنبا مكسيموس الأسقف العام هو اللي يعني بيتولى لجنة البر مكان سيدنا لما بيسافر بره، وهو إنسان طيب برضه وحنون مع الناس المحتاجين وكده. في آخر لجنة بر البابا شنودة دخل قعد يقرأ شوية أسئلة ما قدرش يكمل. فراح قال له: أنبا مكسيموس تعالى هنا، أنا عايز أقول لك على حاجة. قال له: نعم يا سيدنا. قال له: أنا ليا دور وأنت ليك دور، وأنا ليا وقت وأنت ليك وقت. أنا وقت كده دوري خلص، تعالى خد أنت كمل الموضوع ده.
ومن ساعتها طلع، وده كان 16 كان 12 فبراير. من ساعتها ما عملش لجنة، ما قدرش يعمل لجنة البر تاني لغاية ما سافر السما. اليوم العظة الأخيرة قبلها كان في عظة، كان في الجو مضطرب جدا، فقلنا له سيدنا يعني ما نزلش. فاليوم ده حاولنا يعني ما نزلش. ما حدش قدر. كان تعبان بشكل انا مش قادره اصدق هو ازاي تعالى برضه بص لحضرتك زي ما كنا بنقول الظرف اللي حاصل وقتها. حضرتك شايفه عظه ربع ساعه، تلت ساعه، 20 دقيقه 22 دقيقه. ال 22 دقيقه دول وراهم ساعه ونص من النزول من القلايه. ساعه ونص طبعا من النزول للقلايه وبعدين راح بالعربيه البيضاء الجولف كار دي، ودي لو حدا بتقعد ترجرج فيه، للكاتدرائيه، لطلوع الاسانسير للدخول. ما كانش اول مره، انا قلت قبل كده، ما كانش اول مره يدخل بالكرسي ده، بس اول مره يظهر بيه للناس. وكأن ربنا كان بيعد ذهن الكل انا متهيألي لو ما كانش يعني في هذه العظة لقبول الامر الواقع وانتقاله يعني. بالتالي اللي حواليه برضو يعني كنتوا بتسمعوه ازاي وانتوا عارفين كل التعب اللي هو فيه؟ يعني الشعب فعلا كان شايف انه متألم، لكن وانتوا معاه وخطوه بخطوه في هذه مرحله التعب والالم دي كلها، وعارفين كان ايه مشاعركم؟ كنتوا عايزين تقولوا له لا ما تنزلش، بس ما تقدروش تقولوا له كده، ما حدش يقدر يقول له لا مش ما حدش يقدر يقول له عشان ما يتضايقش. الراجل ده ما كانش معانا كده ابدا. ابدا. لا حرصا على قلنا له قبل كده هو نفسيا يبقى مش حاسس انه مش قادر ينزل يعني. لا احنا بنقول له الرأي وهو صاحب القرار. لا وقتها كلنا قلنا له بلاش ينزل يعني. كان ايه يعني كان ايه بقى المبرر انه هينزل في كل التعب ده؟ عايز يلتقي باولاده، مش عايز الولاد يعني الشعب يقلق عليه. هو كان حاسس. هو ما اتكلمش عن موضوع انتقال او الكلام ده خالص. يعني بالمناسبه موضوع بقى ان يقولوا مش عارف قال لنا ان مين ظهر له خالص. هو قلنا قبل كده ان هو ليله نياحته كان عمال قال اسم اخوه الاكبر رفائيل، عادي نادلنا كلنا، كل واحد يمسك ايده شويه ونقعد شويه ويعني ويريح شويه يقوم شويه. ما فيش حاجه اسمها بقى شاف وعرف وقال لنا ومش، ما فيش الكلام ده خالص. هو كان حاسس ان دي مسؤوليته ودي امانته ودي موهبته. يعني لما كان حد يكلمه مثلا عن شفافيه او مش شفافيه او حاجه، مره بنقول له سيدنا انت ياما قلت حاجات وحصلت، يقول لنا ما انا ياما قلت حاجات وما حصلتش. بس يا سيدنا انت قلت كذا وكذا وكذا وحصل، يقول ما انا قلت كذا وكذا وكذا ما حصلش. فلما قعدنا يعني نكرر له الموضوع ده كتير، راح قال لنا هقول لكم حاجه يا ابهات، ممكن ربنا ينطقني بكلمه انا ما كنتش قاصدها للشخص ده، لكن ربنا بعتها على لساني للانسان ده، لان دي موهبته اللي ربنا مديهاني. فحتى الشفافيه اللي كانت عنده او الموهبه اللي كان ربنا مديها له كان يرجعها دايما لعمل الله. هو كان شاعر ان امانه التعليم دي امانته الاولى او اكتر حاجه فعلا. بعض العظات كانت حريص بيه عليها. فلما كان خلاص مش قادر على اكتر من كده يعني. بس لكل اللي كان بيحبه كانت العظة دي بعد انتقاله خلت الامر ان احنا مش حابين انه يفضل متألم اكتر يعني. حقيقي صعب انسان يشوف حد وكان وانه يعني يختم من غير ما يقول انا هقفل علشان انا تعبان، لا قال علشان كفايه عليكم مش عايزه اتعبكم. انا كلمكم كتير، لا هو قال بالحرف انا كلمتكم كتير ومش هكلمكم، مش عايزه كفايه مش هكلمكم اكتر من كده. فحتى الختام مثلا الصوت ما طفوش الصوت، المايك الوايرلس اللي كان بيستعمله ما طفوهوش. اول مره تحصل، مش بنشتكي اللي عمل كده يعني، بس بنقول يعني ربنا برضو شوفي اراد كل الناس سمعته وهو بيقول لي وانا ماسك الكرسي يلا يا ابونا بسرعه، كل حته في جسمي بتترج. بعد ما طلع من العظه عمل ايه؟ ريح شويه، دخل اوضته استريح. ما كانش في حوار؟ كان في حوار يعني. هو عمل اللي عليه وتعب وقدم للكنيسة يعني زي ما بيقول الكتاب، ولما أكمل أيام خدمته مضى إلى أبائه. وتسيبونا كلمة أخيرة تحب تقولها لنا النهاردة،
زي ما العظة الأخيرة ما انتهتش وهتفضل مستمرة، كمان سيرة قداسة البابا شنودة هتفضل مستمرة، مش هتنتهي بانتهاء حلقة النهاردة، مش هتنتهي بكلام ممكن يتقال طول الوقت أبدا. هو قامة كبيرة كنسية، أب وراعي، وعلمنا كتير، وتعليمه دي هتفضل معانا طول السنين. قدسك تحب تقول لنا إيه في نهاية الحلقة؟ اللي بيحب البابا شنودة يحب الكنيسة. اللي بيقول ان هو حابب البابا شنودة امشي بمنهج البابا شنودة. حب كنيستك وراعيها وخاف عليها. البابا شنودة اكتر حاجة يتعلمها اي انسان قريب منه حب الكنيسة وحب ابائها وحفظ سلام الكنيسة. ما نقولش ان احنا احنا مش احزاب ولا بننتمي زي ما بنسمع بعض الكلام الغريب. البابا شنودة منهج حياة، إنسان عاش كل اللي قاله فأثمر في قلوب الناس. اللي لو بتحب أباء كنيستك تمثل بيهم، انشر تراثهم، انشر تاريخهم، انشر منهجهم، شوف اللي قدموه للكنيسة وقدم لكنيستك على قد ما تقدر، شوف خدمتهم للكنيسة واخدم الكنيسة على قد ما تقدر، شوف الناس دول أفنوا عمرهم للكنيسة، فزي ما بتحبهم حب كنيستك وحافظ عليها. وأنا أسقف فبقول أنا اسمي طلع في الجورنال المطلوب القبض عليا مع المتحفظ عليهم بقرار من أنور السادات الرئيس الراحل. فقلت له احنا قدامنا بقى 5 سنين على الأقل، يعني لو كنا هنرجع. فقال لي ليه؟ وانتوا عملتوا ايه يعني؟ بديتها شهور وهترجعوا. شهور؟ ده الموس كان حامي قوي، ده الحكاية كانت مشعشعة جامد. ده ما خلاش حد، حتى حسنين هيكل كان واخده. وانا راجع من عنده كنت بتمشى من دير الانبا بشوي لدير السوريان، ومعايا الانبا بولا كان المساعد بتاعي في الأبرشية. فبقول له ده احنا كان ساعتها بقى الكلام ده سنة 81، يعني من كام سنة؟ 35 سنة ولا كام؟ ايه؟ 35 تقريبا. كانت دقن سودا. فقلت له ده احنا على ما لو رجعنا على ما هنرجع هتبقى دقننا بيضة والناس مش هتعرفنا في الأبرشية. والبابا بيقول لي هديتها شهور وهترجعوا، محبته يعني بيطمني. وبعدين رحت مع أنبا بولا في الحصن في دير السوريان قبل ما يقبضوا عليا بكام ساعة كده. فبفتح كده راح طالع سفر الرؤيا وبيقول اكتب إلى ملاك كنيسة كذا. نعم طبعا دي مهمة جدا دي. فلقيت مكتوب انكم هتروحوا في السجن 10 ايام. فقلت له ما انا مش قلت لك انها دي عايزه لها 10 سنين؟ ما انا قلت له كده 10 سنين واحنا ماشيين. لكن البابا قال لي ديتها شهور وهترجع. بابا شنودة وايه بحماس بتتكلموا على الإيمان. الإيمان الآية اللي طلعت لي ساعتها بالصدفة كده، الآية 10 في الإصحاح الثاني من سفر الرؤيا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. قلت له 10 أيام دي معناها 10 سنين. 10 أيام ده إيه؟ ده في سفر الرؤيا بيقول حدث سكون نصف ساعة في السماء. نصف ساعة دي ممكن تكون
5 قرون ولا حاجة. الأرقام في سفر الرؤيا مش حكاية أيام تبقى أيام يعني. أنا بقى دخلت يوم 7 سبتمبر، خدوني 7 سبتمبر، خرجت 11 فبراير، 5 أشهر و5 أيام. قال لي ديتها شهور وهترجع، وبيقولها بمنتهى الثقة، منتهى الثقة. ايه ده احنا رايحين للعالم المجهول. والكلام ده مش انا بس، مفيش حد فينا كمل السنة. كنا 7 أساقفة أبروشيات وخوري أبسكوبوس و24 أمس وأسيس، زي ال7 كنايس ما هو أبروشيات، وال24 شفيع اللي حوالين العرش. مش في سفر الرؤيا كده 24؟ فكنا 24 أمس وأسيس و7 أساقفة أبروشيات. قال له اكتب إلى الكنائس ال7. وخوري أبسكوبوس ده بقى ممكن لو هنحط في العدد ممكن يمثل يوحنا اللي كان بيشوف المنظر، أو أي حد من اللي قابلوه وتناقش معاه في الرؤية بتاعته. هتقولوا لي يعني هو أنور السادات كان عايز يمشي على سفر الرؤيا وعنده وحي من الروح القدس؟ يبقى أول درس في حكمة الهروب من مواجهة إيه؟ الشر. في مرة من المرات شفت حتة موقف، كان في البابا شنودة واقف في الكاتدرائية على باب مكتبه، كان نزل الأسانسير وما دخلش مكتبه، وكان في أب كاهن وكان في محامي، والمحامي يعني بصرف النظر كان عامل تريكس، والكاهن ده كاهن في الحق كده شديد. فحصل خلاف، أنا كنت واقف بتفرج على الموقف ده. أنا عارف إن أبونا، وأنا أعرف أبونا شخصيا، معاه حق، والمحامي يقولوا عليه تويستنج ذا فاكتس، يعني ما تقولش بيكذب لكن مش عارف تمسكه، حاجة كده يعني. فبعدين ايه اللي حصل؟ حصل صوت عالي، وابونا قال لا يا سيدنا ما حصلش، مش عارف. راح سيدنا برق لمين؟ لابونا، ما برقش للمحامي. ابونا مش عايز اسمع كلام تاني. ابونا اتكبس حته كبسه وهو عارف ان هو صاحب حق. بعد ما الموقف خلص راح البابا بمنتهى الابوه اخذ ابونا على جنب، قال له يا ابونا انا عارف الصدق فين ومصدقك، بس اللي انت عملته ما كانش فيه حكمة، لانك واجهت غضبه بغضب، واحنا رجال الله الكلمة محسوبة علينا. انا اؤكد لك ان انا عارف الحق، واؤكد لك ان هو ما بيقولش الحق، لكن مش صح ان الغضب تواجهه بغضب والانفعال تواجهه بانفعال. لما تلاقي واحد منفعل بصرف النظر معاه حق او معهوش حق، الحل الوحيد انك تسكت وما تواجهوش، استنى لما يهدى، لانك لو واجهته في هياجه انت بتزود هياجه. يبقى المسيح هرب من الشر، فاحنا لازم نتعلم كيف نهرب من مواقف الشر. وصلت دي؟ يبقى ده اول درس من ال4.